غرفة الطوارئ لدى جمعية الإغاثة 48 وجمعية الأعمال الخيرية والحركة الإسلامية تستجيب لهذه العوائل هنا في شمال سوريا، حيث قامت بتقديم الإسفنجات والبطانيات والطرود الغذائية إلى هذا المأوى الذي يحتوي على العوائل التي تضررت بفعل الزلزال المدمر الذي حصل منذ أيام في تركيا وشمال سوريا، تاركاً العديد من العوائل بلا مأوى لهم يقيهم برد الشتاء القارس.